هزوني داوني لأكادير، هزوني جابوني لهنا لمراكش باش يصدقوني هنا. يعني هاد البروش هذا هو اللي يعطيني التعليمات. هنا ما عرفش، راه كاينه حراسه خارج السور، داير بحساب الحراسه في داخل السجن، هي اللي درت بحسابها، لان الجوع كان تيقتلني. الجوع واحد شي دوز عليا الجوع يا لطيف، لا بعدا يديه، حيت عطاني يديه باش نتسلم يديه تترحات، ما قدرش يتحكم فيها. من أين تكتسب الأفكار كينونتها المتماسكة؟ وكيف تتحول إلى مواقف منتجة لقيم النضال والصمود؟ بعض الأفكار تضمحل، وبعضها الآخر يأبى إلا أن يغدو قضية ملهمة تنتصر لقيم التحرر والحرية، تسقى من عرق ودماء أفراد ينشدون إشراقة فجر جميل، إشراقة يضيء وميضها ربوع البلاد ويستكين لدفئها العباد. وعلى نهج أبطالنا الوطنيين ووفاء لذكراهم، دعونا نصيخ السمع للمقاوم والوطني الفذ عبد السلام الجبلي. مولاي عبد السلام الجبلي أيقونة فذة من أيقونات المقاومة المسلحة والكفاح الوطني، تشرب الفكر التحرري وهو لم يشب بعد عن الطوق. بنكران للذات نذر حياته من أجل تحقيق الاستقلال وإرساء أسس دولة ديمقراطية حديثة، وهو ما عرضه للاعتقال مرات عديدة بسجون القنيطرة، مراكش، تالودانت، ورزازات، تازناخت والدار البيضاء، قبل أن يتجرع مرارة النفي خارج أرض الوطن، بعد أن حكم عليه بالإعدام 3 مرات. سيرته النضالية ألهمت العديد من الحركات التحررية على مستوى الوطن العربي والدولي. صدر له حول سيرته الذاتية كتاب تحت عنوان يوميات العمل الوطني في المغرب لعبد الله العلوي، وكتاب ثان تحت عنوان المقاومة وتستمر الحكاية لأسامة الزكاري، ثم كتاب ثالث موسوم بأوراق من ساحة المقاومة المغربية باللغتين العربية والفرنسية. نشاهد في حلقتنا لهذا اليوم مرويات لم يسبق لمولاي عبد السلام الجبلي أن أدلى بها من قبل، وهي تتعلق بجوانب من حياته الشخصية ومواضيع أخرى مبثوثة هنا وهناك في كتب سيرته الذاتية. مشاهدينا، أهلا بكم. مولاي عبد السلام، ما غاديش نزيد نرهقك أكثر. نعم. بغيت غير تعطينا شي مضات على عمليات الفرار ديالك. على حد علمي كانوا شي 3 العمليات الفرار. نعم. كيفاش كانت هذه العمليات؟ هاد العملية ديال الفرار كنت مهتم بها في الفترات ديال المقاومة كنت مهتم بها، ثم بلا شك اللي يجعلني نهتم بها ونركز عليها الجهود ديالي بشكل قوي ومستمر، هو كنت نعرف المصير ديالي. لما تعتقلت كانوا قبل مني كان واحد العدد ديال التنظيمات تقبضات واعترفوا بيا كلهم
بأن أنا المنظم، أنا هذا مؤسس الخلايا، الخلايا العقل مؤثر، وأنا اللي نتابع الحركة في العمليات ديالها اللي وقعت، سواء في المغرب أو سواء في مراكش ولا فقادير الدار البيضاء وأكادير وهذا. فهذه القضية هذه لما البوليس ديال الدار البيضاء في الحقيقة لما تعتقلت، كنت في الحقيقة شخص استطعت باش نعطي واحد الصورة مزيفة عليا البوليس، على أنني إنسان ما تعرف الواو من عصا الطبال، وهذا بنادم هذا ما قادرش يسير حتى راسو واسعة يدير. هذه كانت مناورة. هذه وكنت قلتها من داكشي اختاروا هذا. فلذلك ما عطاوش الأهمية للاعتقال. جات خداو واحد الوقيته الصوار، وداو الصوار تيدوروا بهم على المعتقلين، على المساجد في المغرب. بداو تيشهدوا، تيقولوا هذا هو فلان، هذا هو اللي قلنا لكم، هذا هو عمر، هذا اللي ايوا. ديك الساعة حبل المشنقة جاو البوليس ديال مراكش، جاو تيصدقوني. جاو البوليس ديال أكادير كذلك، دخلوا جاو لما اكتشفوا جاو يصدقوا. هزوني داوني لأكادير، هزوني جابوني لهنا لمراكش باش يصدقوني هنا في مراكش، وباش يقابلوني مع المعتقلين، مع السي حمال الفطواكي وجماعة ديالو. كانوا داروا لي قابلوني معاه في سجن بولمهارس، وهو ديك الساعة معتقل. ايوا تما اعترف عليك السي حمال؟ السي حمال ابدا ما اعترفش ابدا، حيت جا قابلوني معاه، قالوا له ها اللي حكيتي فلان الفلاني اللي قلتي لنا عمر، وهذا واللي كان تيسير، واللي كان التعليم تاعتكم التعليمات هذا. قال لي صافي، هذا البروش هذا ولا هذا البروش. قال لي هذا البروش هذا هو اللي بيعطيني التعليمات. ما اعترفش. في الحقيقة أنا كنت ديك الساعة، ولكن ما قلت هذه نجبد عليهم الصداع، وما كنت بغيت نطير عليهم نعنقهم. كنت بغيت نعنقهم كلهم. كانوا خرجوا المجموعة كلهم قابلوني. قالوا هذا ايوا صافي، هو اللي يعطينا، هو اللي يجي يعطيني الأوامر. فحاولتي الفرار من السجن ديال قنيطرة. نعم، ولذلك قضية الفرار كانت الهم عندي الوحيد في السجن. أنا في السجن مع المساجين وداك الشيء ما تيبان، ولكن نتبع وتنتصل وتنشوف اشنا هي الطريق اللي غادي توصلني لهذه القضيه ديال الفرار. لا في اي سجن كنت، في الغبيله، في قنيطره، بولمهارز خلاص، بولمهارز حاولت. غير بغيتي ترجع مولاي عبد السلام فهاديك ديال طلعتي للصور. ايه نزلت من الصور. نزلت طلعتي غير
كات. لا كات، لأن ما عرفش راه كاينة حراسة خارج السور داير بحساب الحراسة في داخل السجن، هي اللي دارت بحسابها، وهي اللي عملت على تجاوزها وهذا. هذه ديال بولمهرز وظفتيها بدهاء شديد لصالحك، لانه من بعد فاش حاولتي الفرار وشدوك دخلتي في مفاوضات مع المدير ديال السجن. معلوم. لما قبطوني ودخلوني من الباب، جابوني الحراسة، كان الجيش الفرنساوي ماشي، ما كاينش. وهذاك الحارس اللي قال لي رجع في حالتك، راه ماشي بوحدي، وراه كاين هذا، وقال لي راه كاين ناس اخرين، كاين وراني ماشي بوحدي، وراه هذا، ارجع في حالك. انا اعتبرته خايف وداير هذا الشيء باش يهددني، باش ايوا. ولذلك درت الحبل لجهة اسمه، ونزلت من الحيط ديال اللي مع عاطي، راه باقي هذاك الحيط باقي، عاطي الجرده، عاطي الجرده. فكيفاش قنعتي المدير ديال السجن بانك انت تولي القيم على تدبير شؤون السجناء؟ ماشي قضيه اقناع، ماشي قضيه نقنعوا، هي تفاوض. هي المساجين كلهم كانوا معايا، وكانوا ضد الاضطهاد ديالي والعقوبة اللي بغى يعاقبني عليها المدير ديال السجن وهذا. كانوا ضد، وكانوا واقفين معايا مسانديني. وثم الشكل ديال المدير باش تعامل معايا وباش اسمو، استغليت انا هاد القضيه هادي، وطرحت قضيه هاد الموقف اللي وقفوا معايا، بغيت نستافد منه ونقدم لهم شي حاجه للمساجد. ايوا، قلت له ما غاديش نهدؤوا، وما غاديش نوقفوا، لا المساجن ولا الحركه ديال السجن ما غاديش توقف الى ما اعطيتينا المسؤوليه ديال نتصرفوا في السجن، نتصرفوا حسب مصلحتنا وحسب الاحتياجات ديالنا. ماشي سهله، كان خطيره مولاي عبد السلام. باش تنتزع منه هذا المكسب، فبحال كتجردوا من، ولكن ما عنده. لا انا ما جردتوش، قلت له السلطه ديال كإدارة ديال السجن، تتمارس سلطتك تمارسها، ولكن في التنظيم، قضية التنظيم، قضية الماكلات، قضية هذه مسألة حنا اللي غادي نتكلفوا بها. وراه هي في الحقيقة هاد راه حنا اللي مكلفين بها. راه المساجين هما اللي تيديروا الكوزينه، هما اللي تيطيبوا، هما اللي ولكن المسائل بطريقه غير معقوله وغير صحيه وغير، فالمسائل غادي تاخذ طريق معقول وغادي تراعي. يمكن راه جنات السجناء جناو الثمار ديال هذا الموقف. نعم، حيت من بعد التغذية تحسنات. ايه، معلوم درنا هادشي لينا. راه عرفتي واحد الخدمة كثيرة ديال قلنا التموين، لأن كاين خناشي ديال العدس وديال الفول وديال الجلبانة وديال وهذوك الخناشي عامرين بالزبل، مخلط مع
مع الحبوب وهذا، وكاين فيهم اللي لقينا فيه الدود. هذاك الشيء كله بدينا تنغربلوه، وبدينا نقيوه، ولينا تناكلو ماكلة نقية وهذا. ونتفنا والسجن رجعنا تيشعل. زدنا السياق والغسيل الحيوط وهذا ديال حتى ولا السجن هكا تيشعل. فالعمل الوطني في بعض الأحيان ماشي خارج الأسوار ديال السجن، ولكن اللي نستافدوا من هذا الدرس هو العمل الوطني يمكن يدار وسط العمل، وسط السجن. معلوم. فبالتالي الموقع ديال الفرد كما كان خصو معلوم. التغذية بشكل عام في الفترات ديال الاعتقال اللي دوزتي. التغذية كانت سيئة، لأن التغذية تيتحكموا إدارة السجون هي اللي تتحكم في التغذية. أولا تيمنعوا أي شي حاجة جاتك من هنا تيمنعوها، ما تيخليوها، حيت دايرين هذيك اسمو سياسة ديال التجويع، ديال هذا باش يكسروا. هذا من جهة أخرى الماكلة اللي تيديروا هما ماكلة خايبة، حيت تيجيبوا لك الكاملة ديال هذيك الصوبة اش فيها عدة حبوب، مثلا فيها العدس وفيها الفول وفيها مخلط داك الشيء ومجلط وبالزبل. ومع ذلك كنت ناكله، لأن الجوع كان تيقتلني. الجوع واحد شي دوز عليا الجوع يا لطيف في هذه الفترة هذه، وكانت فترة طويلة باش يعاقبوني باش أسوأ عملية جوع عقلتي عليها، تعرضتي لها؟ هي فاش كنت بدات في سجن أكادير، لأن أكادير في الوقت فاش جا قاضي التحقيق باش يحقق معايا رفضت. لأن طلبت من ديك الساعة كان واحد المحقق كان اسمه جوليزو، طلبت منه قضية ما نصرح له إلا بعد حضور المحامي ديالي، تحضر المحامي ديالي، ما يمكنش يسمع مني كلمة على اشنو كاين، اشنو واقع، اشنو الدوسي. خاص يحضر المحامي ديالي يحضر. جوليزو بغا يدوزني، حيت ديك الساعة المحاكمة ديال أكادير على الأبواب، وبغا يدوزني مع أكادير، مع المجموعة ديال أكادير. ايوا رفضت له. ايوا داكشي، هاد القضية هادي غضب هذا جوليزو وما تسرطاتلوش، وعطى أمر باش غادي باش هو سجني في ماشي في السجن، صيفطني للقشلة فيها اللفيف الأجنبي، صيفطني لهذيك تما سجني، وقال لهم عطى أمر باش يسجنوني أقصى في بيت أقصى، وبلا ويعريوني، يحيدوا لي حوايجي وهذا.
ايوا سجلوني في هذاك وحيدوا لي حوايجي بالفعل، حيدوا لي حوايجي وهذا. وكان الزنزانة كانت كلها مصوبة بالصيبة، غير داكشي اللي قتلني البرد والمجاعة، بحيث كان الشرجم ديال هذه الزنزانة كانوا اللي دازوا منها هذا كان تيقولوا له كان كشو، كان تيقولوا له الكشو، يعني الزنزانات ديال اللي تيعاقبوا فيها المساجين، اللي تتعاقب المساجين باش تضبط. ايه. كاين شرجم، هذاك الشرجم هذوك المساجين اللي دازوا من تما الخبز اللي شاط لهم تيلحوا في الشرجم. انا لما وحبسوا عليا الماكله كانوا دايرين في 6 ديال العشيه تيجيبوا لي كار ديال الماء ديال العظام مطبوخين اللي تيطيبوا فيهم الرز ولا الشعريه ولا اللي تياكلوا الجنود ديال الفلفل الاجنبي. تيجيبوا لي هذاك الكار ديال غريريف ديال الالومنيوم، وتيجيبوه فيه هذاك الماء اللي طيب هو اللي تيجيبوا لي في 6 العشيه. الوجبه وحيده في النهار، كل شيء كل النهار كله. ايوا كنت حقيقه الجوع، مت بالجوع. ايوا بديت تنطلع في الاول وتنشوف هذاك الخبز، والخبز عامر بالتراب وعامر بالغبره. ايوا تقول ابدا ما ناكلش ونزل. ايوا في الاخر ما بقيش تلقى كسرة ديال ابدا. كليت هذاك الخبز كله بالتراب ديالو تنسوسو وداكشي وتنبقى تنقعد تنضرب معاه باش نسرطو، لان حيت ما كاينش الماء وهذاك الخبز يابس وتيدوز بصعوبة باش نسرطو. يلا الرقية وهو اللي تنبقى مدة وانا تنتبز معاه باش هو خصك تاكل. حتى كليت هذاك الخبز كله اللي كنت رافض واخا نموت. هذا تنطلع تنقول هو نموت ما ناكل. ما اثرش عليك هذا الشيء، هذا السجن من بعد على المعده من بعد؟ الحمد لله فلت من هذه القضيه، لانه الدروك فلت منها الحمد لله. الدروك فلت منها. قضيه المعده الدروك ما عنديش مشكل نهائيا، ولكن الماكله ديالي ما تناكلش اي شيء، وما تنبالغ في الماكله. ما تناكلش، تناكل القياس. واخا تندير انا بهذاك ارفع يدك من طعام انت تشتهيه، انت دايرها هذه قضيه في السلوك ديالي. ما عمرني تناكل حتى قليل حتى تعجبني شي حاجه، وهذا شويه تعجبني الماكله مزيانه وهذا، ولكن ما تنبالغش. مولاي عبد السلام، يظهر دريس البصري في الفتره اللي فاش كنتي في المنفى في فرنسا، نعم، يمكن كنتي كتخلع شي شويه، فورد في السيره ديالك قال لك قبل ما نشوفك كنتي تحاب لي غادي نشوف شي غول. ايه فدريس البصري الى هذا الحد كان يخشى عبد السلام الجبلي. على كل حال كانت دعايه داكشي خياليه. كيف
نلبس الطاقية وتنغبر ما باقي تنبانش، وكيف ندخل تندوز من الصعوبة، وكيف وتيهضروا وكيف تنبان في بعض العملية، وكيف كان داكشي خيالي بزاف، داكشي لا يتصور، داكشي اللي تيحكيو عليا. فهاد القضية هادي بلا شك ثم حكى لهم الحسن الثاني كان تيعرفني مزيان، كنت نتصل به تنجي عنده للديوان في قضايا اللي تتهم وهذا، وتنحلها معاه وهذا، وكان تيستقبلني وكان تيهضر. وفي الوقيته فاش وقع ما وقع وخرجت من المغرب وهذا، في هذاك القصارى ديالو اللي تيدير في الليل، بالصدفة تيجي الهضرة هكا عليا، تيبدا يحكي لهم عليا. ايوا لما قررت باش ندخل، وصلوا الخبر ديال باش عن طريق السي علال الله يرحمه، الله يذكره بخير، الله يشافيه، السي علال السي ناصر. وصلوا الخبر على طريق السي علال. كنت درت معاه، قلت له باش غادي هذيك الساعة هو تيدخل وتيشوف البصري، وانا ويجي الفكرة البالي ديال نحاول مع السي علال باش يدخل وباش يجس النبض، باش يلوح راس مات جبلي بغا يدخل ما بغا يدخل وهذا، ويشوف شنو بغا يكون بلا ما يقول له راه بغا يدخل، راه بغا يدخل، راه مقرر. لما السي علال دخل وشاف إدريس جاه الحقيقة، قال له داكشي، قال له راه الجبلي بغا يدخل. وصلت قالها للحسن الثاني، قال له غادي تمشي عنده تشوفه، تسلم عليه وهذا. مع جات هاد القضية هادي الصدفة، الحسن الثاني كان غادي يجي في زيارة لباريس، غادي يجي لفرنسا. قال له غادي تمشي، غادي تشوفه وتسلم عليه وهذا، وغادي تقول له ترتب لقاء، غادي نشوفه، أنا غادي نجي لباريس وغادي نشوف. أنا في الوقيته فاش اتصل البصري بعلال وقال له ها كاين وراه أنا غادي نجي لباريس باش نشوف فلان وها كاين، قال لي السي علال خبرني، قال لي ها كاين وراه بغا يشوفك. قلت له ايه واخا ما كاين حتى مشكل. عطاني موعد في اوتيل كونتيننتال 6 ديال العشية، نفس اليوم. النهار فاش هضر معايا علال، داك النهار جاي البصري. ستة العشية كنت في الأوتيل كونتيننتال. دخلنا، كان عنده معلوم وزير الخارجية الداخلية الأسويت والتخربيق. دخلنا للصالون قاعدين قعدنا شوية تنتسناو، ما استقبلنا. عاد جا عقبتها الرعدة، الله يلا الرعدة مرتبك الرعدة يديه، حيت عطاني يديه باش نتسلم
يتسالم يدي تترحاد ما قدرش يتحكم فيها. ايوا بدينا بدينا تنهضرو هذا انا عادي تنهضر عادي تنضحك إلا بانتي شي نكتة تنكات إلى آخره. إيوا هو يتلفت البصري قال لي شوف فلان أنا راني كنت في الحقيقة كنت متهيئ باش نشوف غول فلقيتك واحد رجل إنسان كذا كذا وبدأت يمدح. على كل حال في تلك الفترة اتخذتي واحد الموقف ربما عكس التيار، ما قررتيش تقابل الملك الحسن الثاني في باريس. لا أنا غادي نشكي لما في آخر المطاف لأن الحسن الثاني وصى لأن تعرفني مزيان. الحسن الثاني تعرفني مزيان وصى البصري قال له عندك تمشي تلح عليه، إلا قال لك لا صافي، إلا قال لك هي ما كاين راه هذاك راه شوية راه لما طرح عليا القضية ديال أنا جيت أنا عارف غادي يطلب أنا لأن في بالي الزيارة غادي يزور فرنسا. قلت أنا هاد الشوفة ديال البصري قضية ديال بغا يشوفني هنا في باريس عاد ندخل. أنا ما وجدت ورقيدتهم بجيبي وهذا. قال لي البصري ها كاين وسيدنا تيطلب منك هذا بغا يشوفك وهذا. ايوا جبت الورق قلت له انت شوف ها الباطو ها التران هادي اوراقي كلهم تران الباطو ها النهار فاش غادي هذا انا وهاد القضيه ديال باش يشوفني انا داخل المغرب ونشوفو في المغرب. هذا كنت مخطط لهذا السيناريو. معلوم. خرجت ديك الساعه خرجنا وداناه وداكشي. هو ما قالش ما رد ما قال لي لا صافي. داكشي اللي قلت له قبلو درت له ودانا الله يهنيك وخرجنا انا سهلا في الطريق غاديين. قال لي فلان بغيت نقول لك واحد الحاجه. انا قال لي تنستغرب هذا وزير الداخلية تيطلب منك باسم رئيس الدولة بغا باش يشوفك ويستقبلك وتقول له واش معقول هاد القضية يا فلان باش تعتذر له تقول له أنا نقطع الورق ولا هذا وأنا غادي ندخل ونتلاقى. هذا راه ماشي معقول هاد القضية هادي. قلت له يا سيدي هلا قلت له عرفتي شنو؟ قلت له أنا ماشي القلاوي قبل جا محمد الخامس لباريس ومشى طاح ليه على رجليه أزواج يطلب. لا هذاك خائن. أنا باش يحسب الحسن الثاني على أنني دخلت برضاه وبموافقة ديالو وبدا طلبت العفو في باريس. أبدا ما عمرني طلبت العفو وما عمر حتى الحسن الثاني ما صدرش العفو. صدر العفو على واحد العدد ديال العناصر وانا ما اعطاني الثقه وبعد
ما صدرش ابدا، ما عمرو صدر. قلت له انا، قال لي صلاح النبي. واش سيدي؟ قال لي صافي يا فلان، انا ما عندي صلاح النبي، ما عندي ما نقول. راك راد البال الوسائل ديالك، وعارف كيفاش تتصرف وهذا وهذا. إذا مولاي عبد السلام قررتي تدخل المغرب من بعد ما بان لك بأنه المقاومة اللي في الخارج ديال المغرب يمكن تحت في أخطاء، ولا يمكن تخبط خبط عشوائي، ما كنتيش متقاسم معاهم تقريبا نفس الفكرة، فكنتي مختلف على طريقة الاشتغال. شوف سيدي، أنا الحركة اللي كانت لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، كنت من الأول نصلي عليها صلاة اللي تيقولوا جنازة. أنا ما عمرني هذه الحركات كلها هي اللي كانت اللي فيها لا البصري ولا شيخ العرب ولا غيره، ما عمرها كنت مقتنع بها، وكنت معلق عليها شي أمل. لا أمل ولا تنعرفهم ناس فوضويين، وناس ما مش الطريقية هي هذه. وهذا الموقف ديالي، واللي كنت علن عليه أخيد منهم، وكنت حلقتي بهم حلقة إنسانية محضة. ما كان. خصوصا في واحد المرحلة اللي ولاو المعارضة ديال الخارج دخلت في تكالب ضد المصالح ديال المغرب، خصوصا في ترسيم الحدود مثلا معها. وهما تيعرفوا هذه القضية، كلهم عارفين هذه القضية، وحاولوا بجميع الطرق الملتوية بما فيها حتى الكذوب. تكذبوا عليا بأنني معهم مؤيدهم ودخلت معهم وحضرت معهم. أبدا ما عمر هذه القضية كانت، ولا لا سي بن سعيد الله يرحمه، ولا سي بن سعيد تنعرفو المستوى ديالو، وكان عندي في داري، وتربى قدامي. هذه مسائل كنت أنا متيقن، وتنعرف الفقه، وتنعرف الإمكانيات ديالو، وتنعرف القدرة ديالو، وتنعرف وكيف استطاع باش يلعب واحد العدد ديال العناصر ويوظفهم. وهذا أنا هادشي كنت ونقول لك، بحيث الحسن الثاني كان تعتبر على حساب المعلومات اللي كانت مزيفة كانت توصله، على أنني أنا رأس الحربة. تبين له من بعد داكشي بأنه ماشي صحيح، وتبين له موقفي، وتبين له السلامة ديال موقفي من اسمه، ماشي مساندة النظام، لا ماشي. وأثبت حتى التاريخ هذا الطرح اللي اتخذتي تماما. عارف، ولذلك كان عمل جميع المحاولات الله يرحمه باش يكسب العطف ديالي وهذا، والعلاقات معايا وهذا. وانا خديت خايدة ديما الحاجة اللي قبلت واللي جاتني من بعد عدة عروض
اللي عرض عليا باش نشارك في الانتخابات وهذا، والمشاركة ديالي سواء داخل المغرب وخارج المغرب وهذا، ورفضت من هو اللي عرض عليا هذا الحسن الثاني، رفضت باش ندخل، وكنت ضد وكنت صريح معه على أن هذا الانتخابات ولا البرلمان ولا هذا الشيء أنا ما ضده، وما تنعتبروش شي حل يجعل المغرب يدخل في مرحلة أخرى ديال يعني كان البرلمان فاقد معلوم. وكنت كاع حتى عبرت على هذه القضية بواحد التعبير شوية خايب. قلت له شوف، أنا نبرأ لينا الحالية في واحد الوقيته باش ندخل البرلمان بواسطة إدريس، ودريس كان قال لي لا فلان، لا يعقل الرغبة ديال سيدنا باش توقف ضدها وما تقبلش، راه ماشي معقول. قلت له شوف، قلت له هاد الرغبة هادي موقفي منها هو الموقف اللي صالح الحسن الثاني، ماشي أنا تنقول الحسن الثاني راه هذا الشيء ماشي هو الحل ديال المشكل ديال المغرب. المغرب ما غاديش هاد الانتخابات المزورة وهاد اللي فيها الرشاوي وفيها العناصر أصحاب المصالح وهذا باش نعمروا بهم الشقف. هذا الشيء راه ماشي هو حل القضايا ديال المغرب والمشاكل المغربية. راه هذا هو الموقف السليم، وهو أنا تنعتبره صالح الحسن الثاني، ماشي ضده ماشي ضده. هذه رأي حصيف ديك الفترة كانت لك قراءة تمام. ايوا قلت له شوف، قال لي قلت له شوف، البرلمان اللي تتقول لي باش ندخل وباش الدخول ديالي نعطي به مثال، قلت له راه بحال واحد القضية تيقولوها المغاربة، تيقول لك جاء هذا المسلم جا تا الملاح وتيعيط المعشوقين في رسول الله. قلت له راه هذا الشيء اللي راه بحال عندي انا. علاقتك بجمال عبد الناصر كانت علاقات ديال التقدير وديال الاحترام. جمال عبد الناصر استدعاني في عيد الجلاء ديال قناة السويس، واستدعاني في هذه المناسبة ماشي باش نحضر في عيد الجلاء، ماشي باش نحضر، استدعاني لأن قضية الاستقلال ديال المغرب، وكنا مشينا في الخط هاد القضية هذه، ما كانوش الجزائريين باغينها، ما عجبهمش الحال الجزائريين. وفي الحقيقة جمال عبد الناصر كان تيعطف على القضية الجزائرية عطف كبير، وكان تيساعد أحمد بن بلة، وكانت عنده علاقات خاصة بأحمد بن بلة. أيوة، لهذا استدعاني جمال عبد الناصر باش هذه القضية هذه يطرحها معايا.
مع أحمد بن بلة، وبالفعل لما جيت لمصر طرح هذه القضية السي أحمد، وقال لي خويتو بينا وهذا، لأن أشنو علاش؟ لأن كان اتفاق بيننا وبينهم وبين الجزائريين والتوانسة، حنا ثلاثة كان اتفاق بيناتنا على أن المعركة ما غاديش توقف حتى يستقلوا البلدان الثلاث. فإذا به لما طورت وقرروا الفرنساويين باش غادي يتنازلوا لا لتونس ولا المغرب ويعترفوا بالاستقلال ديالهم، لما قرروا الفرنساويين باش يتفرغوا الجزائر القضية باش يتفرغوا، لما قرروا هذه القضية هذه الحركة السياسية ديالنا في المغرب ولا الحركة التونسية، لأن بورقيبة كان قبل الاستقلال الداخلي بالنسبة للاعتراف، كان اعترفوا بالاستقلال الداخلي ديال تونس قبل ما يعترفوا بالاستقلال التام. حنا رفضنا نقبلوا هذه القضية هذه ديال الاستقلال الداخلي ورجوع محمد الخامس لباريس وبقاؤه في باريس، بقاؤه في المنفى لمدة سنتين، ومن بعد سنتين وتكون لجنة التاج وكذا وهذا، ومن بعد عاد غادي نذكروا في قضية. احنا رفضنا قلنا لا، وصفتنا محمد الخامس رسالة مع الدكتور بن جلول هو اللي دار الرسالة، تنقولوا له ما يقبلش نهائيا هذه القضية ديال الاستقلال الداخلي ورجوعه لفرنسا وبقاء سنتين وهذا إما الاستقلال التام ولا ما يقبل. ايوا هو تراجع وصمم واعترفوا الفرنساويين، فلذلك اضطرينا نمشيو مع الخط ومع التيار اللي حنا تندافعوا عليه. من بعدها جمال عبد الناصر ما باقيش شفتيه؟ لا من بعد ما بقيش. من بعد كانوا الموريتانيين، كانت القضية ديال الموريتانيا حتى هي كانوا ديك الساعة مجموعة ديال الموريتانيين جاو لعند عبد الناصر تيطلبوا منه باش يدخل كواسطة لرجوعهم من المغرب، وكانوا مجموعة اللي تتساند اللي تطلب موريتانيا تبقى مغربية، وهذا ضد اسمه الرئيس اللي كان مع الفرنساويين بن دادة، كان بن دادة. ايوا حتى هي كانت لقيناهم كان حرمة ولد بابانا، الداي ولد سيدي بابا، المختار ولد باه، كانوا معنا في لوطيل، وكنا اتصلنا بهم على اساس باش غادي يرجعوا للمغرب، وربطنا لهم الاتصال مع ولي العهد. كان ولي العهد ديك الساعه حتى هو جا مترأس وفد رسمي باستدعاء من عبد الناصر باش يحضر في حفلات الجلاء ديال قناة السويس. بسلام، هذا سؤال ونخليك ترتاح. أكيد في المسار ديالك هذا طويل وشاق وما تيتحملوا إلا ذوي الهمام والثابتون على العهد. الثابتة معك على العهد هي رفيقة الدرب ديالك لاله أمينة الله يرحمها، نعم، الزوجة ديالك.
فكيفاش توصف لنا هاد الانسانه الصبوره اللي صبرت، اللي حقيقه خدات معك هذا المسار النضالي؟ نعم. هو أمينة الله يرحمها عرفتها في دار البقال سي محمد. في دار البقال كان السي أحمد خوه البقال، كان واخد اختها، مزوج اختها فاطمة، وتما كانت أمينة تجي لدار البقال، تجي عند اختها فاطمة. كانت فاطمة كانت عجيبة. أنا في الأول ما كنتش كانت المشاغل كثيرة، والظرف كان صعيب ودقيق، ومشاكل كبيرة بزاف. عاد من بعد الاعتراف بالاستقلال، فلذلك ما كانت قضية الزواج كاع ما دخلش ما دخلش في البرنامج ديالي يعني. هاد المدة اللي وهاد هاد المحل اللي تيجمعني مع باش نعرف أمينة، باش نعرف أختها، باش هو اللي مع المدة بدات شي علاقات هكا. ثم العائلة ديال البقال نظرا لعلاقتي بهم والمحبة ديالهم ليا، وبغاوني باش نفكر في قضية الزواج وهذا، ولا بغاوني نتزوج بأخت فاطمة بأمينة. فهما كانوا شوية تيديروا شي حركات وهذا باش يزوجوا. من بعد بدات العلاقات. لما المسائل بدات تاخذ جد، جيت لأمينة قلت لها أمينة واش عرفتي شكون أنا؟ قالت لي لا. قلت لها خصك تعرفي شكون أنا، وخصك تعرفي العقبات والصعوبات اللي ممكن نقدروا نواجهوها. معلوم اللي تنتظرني وهذا. وقعدت تنفس لها. هاكي أنا التفكير ديالي، البرنامج ديالي هذا، راه ما كاين إلا قاعدين يعمروا لك راسك وتيقولوا لك بأن راه غادي تزوجي شخص غادي يكون عنده مكانة وغادي يكون عنده هذا في المجتمع. هذا الشيء راه غلط. ماشي الحقيقة. ها اللي كاين، ها أنا وها برنامجي وها الناس. قلت لها هذا الشيء هذا واش متفق عليه، واش قابلاه، واش مستعدة باش تلتزمي به. غادي راه ما كاين غادي نسكنوا في فيلا ما كاينش. راه نسكنوا في النوالة، نسكنوا في الخلا، نسكن. هذا هو المصير اللي كاين اللي تينتظرني. ايوا هذا هو. اقتنعت بهذا الشيء. أعطتني الكلمة بأنه غادي تلتزم، وغادي يكون مصيري مصيرها اللي كان. والحقيقة
الحقيقة التاريخ وهذا وال- وال- كانت وفية في هذا الشيء هذا، كانت وفية الله يرحمها. الله يرحمه. وكانت وكانت ثابتة وتعاونات معايا اللي تيقولوا عاشت معايا الحلوة والحارة الله يرحمها. الله يرحمه. ب ب ب عن طيب خاطر ما عمرني حسيت بها شي حالة ديال التكرفيس وديال هاسو. قالت أنا ما هادشي ما أبدا كيف ما كانت الظروف اللي عشت كلها والخصاص خصوصا الفترة مولاي عبد السلام، نعم الفترة اللي كنتي في المنفى في فرنسا نعم. كانت صعيبة عليك شي شوية. أعملهم لأن ما كانش عندك موارد رزق. ما كانش، وكان الاعتماد على الإنسان معتمد على نفسه، ما معتمدش شيء. رفضت كل شيء، كل شيء، مساعدات كل هي اللي تعرضت عليا سواء. وداك الشيء علاش اخترت فرنسا، اخترت نجي لفرنسا، ما نمشيش لا لسوريا ولا لمصر ولا العراق وكانوا كلهم عاتبوني علاش ما نجيش عنده، علاش نجي لفرنسا، فرنسا اللي استعمرتني وهذا نجي لها وما نمشيش لها. وانا كنت تنعرف الوضعيه ديالهم، وتنعرف على انها وضعيه مؤقته، وعلى ان الاستقرار ما كاينش لا في مصر ولا في سوريا ولا في العراق ايوه. ولذلك اخترت وفرنسا غادي نكون حر ديال راسي. ما غاديش يفرضوا عليا شروط ديالهم او المساندة ديالهم، وهذا في مقابل باش نعيش. ما كانتش هذه القضية مطروحة في فرنسا، ما مطروحاش عليا، ما مطروح عليا. إنسان في فرنسا بحال الآخرين، بحال الباقي ديال. ايوا ضربت على راسي ودابزت. لا تحية لك مولاي عبد السلام، لأنه في ديك الفترة يمكن خدمتي أول مرة خدمتي معلوم. طباخ. معلوم. أول ما كنت قدمت الطلب باش مشيت لواحد البلاد ديال، مشيت للرونو باش نخدم في الرونو، مشيت للسيمكا باش نخدم في السيمكا. قدمت طلب باش نخدم زبال، باش نخدم لأن في فرنسا كانوا الناس اللي تيشطبوا، الناس اللي تيجمعوا الزبال والناس أجانب، الفرنساويين كانوا أجانب. ايه. ومشيت بحكم هذه القضية كاين تيقبلوا الأجانب، وأنا ديك الساعة سوري. كنت حامل الجنسية السورية، بوراق سوريا. ايوا السوريين ما كانش عندهم شي حظ في فرنسا ديك الساعة، كانوا ما تيديوها كاع فيهم. خدمت في ريستوران، في الأول، وكنت نتفق مع السيدة اللي كانت مشرفة على الريستوران، كنت نتفق معها باش غادي تصاوب لي الأوراق، ما صاوبات لياش الأوراق. عام خدمت معها، عام، ومن بعد عام صافي لما تأكدت بأنها ما بغات تصاوبليش الأوراق خرجت من عندها. هي فاش رجعت مشيت للجزائر وصابت أوراق جزائرية، وجيت عاود بالأوراق جزائرية. ايوا الجزائريين كانت عندهم
كانت عندهم شويه ديال امتيازات، القدوه. عندهم امتيازات في فرنسا. فشكرا مولاي عبد السلام، لا جميل سيدي، لا شكرا بزاف. واسمح لينا راه قزرنا عليك شي شويه، لا لا ابدا، لا 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 رهقناك شي شويه. لا 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 في هذا الجانب هذا بالفرحة تسي. هذه واحد الأمانة تنحس بها في عنقي بالنسبة للمغرب والمغاربة، شكرا بزاف. وتنأدي هذا على كل حال. نتمنى نأديها على أحسن. لا مولاي عبد السلام، إن كنت شاء الله. متاكد اديتيها على احسن ما يرام. ايوا نطلب الله ان شاء الله. ومسيرتك النضاليه غتبقى هي ان شاء وغتبقى الله ان شاء الله. درس كبير في الوطنيه وفي حب نعم. الوطن. ان شاء الله. فالله يرزقك الصحيحه، وعلى امل ان شاء الله مره نجي نشوفك مولاي عبد السلام. مرحبا مرحبا بارك الله فيك. مرحبا، ساعة مباركة. بارك الله. اما انتم مشاهدينا فاضرب لكم موعدا اخر مع ضيف اخر. الى اللقاء.